قناة العائلة. هاد القناة اللي ممكن تفرج فيها مع ولادك ومع والديك وانت مرتاح، ما تحشم ما تعرق ما ترمش. غادي يكون فيها المحتوى ان شاء الله هادف، غتستافد منه انت اولا سواء كنت كبير ولا كنت صغير. وغادي نبداو فيها باول قصه من القصص اللي غنتناولوها في هذه القناه، الا وهي القصه ديال واحد النبي من عظماء الانبياء مع واحد الملك جبار اللي كانوا كيحكموا مصر قديما. انا عارف الاغلبيه ديالكم غايقول لك حنا عرفناها، هي قصه موسى مع فرعون. غنقول لكم لا، زقلتوها. علاش؟ لان هذه القصه معروفه لانها مذكوره في القران الكريم، ولكن هذا النبي مع هذا الجبار اولا كان عايش قبل ما يتزاد موسى عليه السلام، ثانيا ما مذكوراش في القران ولكن مذكوره في الاحاديث الصحيحه، في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي مسند احمد وغيرهم. وعلى ما تكتبوها نخليكم مع هذا الفاصل. غنزيد نقربكم من هذا النبي. هذا النبي كان مزوج اجمل امراه في العالم، وهو ابو الانبياء. غادي تقول لي بانه هو ادم عليه السلام. غنقول لكم فعلا الزوجه ديال ادم عليه السلام حتى هي اجمل امراه في العالم لانهم جوج ديال النساء، لكن ادم عليه السلام هو ابو البشريه، اما ابو الانبياء هو سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام وعلى نبينا الصلاه والسلام. وعنده واحد المراه كانت من اجمل نساء العالمين وهي ساره عليها السلام، وكتسمى بالعبريه ساران، المعنى ديالها اميره. وبسبب هذا الجمال ديالها الفائق غادي يحطها في واحد المشكله مع الزوج ديالها ابراهيم عليه السلام لما غيدخلوا الارض ديال مصر، وغيوصل الخبر ديالها الى ملك الجبابره فرعون مصر في ذاك الزمان. اذا باش ما نطولش عليكم بزاف نبداو بالقصه ان شاء الله. ابراهيم عليه الصلاه والسلام كان كيخوض واحد المناظرات طويله وقويه مع عباد الكواكب والاصنام في بلاد العراق. فلما قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، ونجاه الله تعالى من ذاك العافيه اللي قال فيها الله سبحانه وتعالى كوني بردا وسلاما على ابراهيم، على ابراهيم فقط. كون دخل لها شي واحد من غير سيدنا ابراهيم غيتحرق، ولكن بردا وسلاما على ابراهيم بوحده. فلما نجاه الله سبحانه وتعالى هو يقول للقوم ديالو الاب ديالو اني مهاجر الى ربي سيهدين، وهز وليداته ومشى لفلسطين وعاش في بيت المقدس. بسبب ظروف معينه اما معيشيه والجفاف وغلاء الاسعار خرج من فلسطين ومشى لمصر. فلما دخل الارض ديال مصر، هذه الارض هذه كان كيحكمها واحد الملك من الجبابره فرعون الفراعنه، وكان هذا الفرعون من الظالمين الفجار، وكانوا عزيز عليه النساء الجميلات. كان عنده واحد الناس خاصين تيقلبوا ليه على النساء الجميلات فيما لقاوها تيجيبوها عنده. ولكن المشكله انه كانت عنده واحد القيم شي شويه. شنو هي؟ الا كانت هذه المراه مع راجلها تياخذها صحه وتيقتل راجلها، ولكن الا كانت مع خوها ما تيقدرش يمسها وما تيقدرش يقتل خوها. فلما دخل الارض ديال مصر، واحد من الاقارب ديال هذا الملك الجبابره شاف هذه المراه ساره عليه السلام والحسن ديالها والجمال ديالها، وجا عنده تيجري قال لي راه دخلت الارض ديالك والمملكه ديالك واحد المراه ما خصها تكون الا لك انت بوحدك. قال لي مسير جيبوها ليا. وهنا غادي يوقع ابراهيم عليه السلام في واحد المشكله عظيمه جدا، لان ساره عليه السلام الزوجه ديالو ماشي اختو، ولا قال لها اختي اذا غادي يكون كذاب، ولا قال لها الزوجه ديالي غادي يقتلوا غادي ياخذوها لي صحه، اذا اش غايدير؟ فلما جابوها ليه دخل على ملك الجبابره هو الاول وخلى ساره برا. قال لي شكون انت؟ قال لي انا ابراهيم. وقال لي شكون هذيك المراه اللي معاك؟ قال لهم اختي. قال لي صافي سير. هو يخرج، فقبل ما يدخلوا عليه ساره عليها السلام قال لها شوفي راه ما كاينش على وجه الارض شي واحد مسلم الا انا وانت اختي في الاسلام، انت اختي في الاسلام. فراه لما سولني قلت لها بانك راه انت اختي، وكنقصد بانك اختي في الاسلام ماشي اختي شقيقتي، وبالتالي عندك تقولي لي بانك انت الزوجه ديالي وتكذبيني قدامه. وهذه الطريقه اللي دار سيدنا ابراهيم هي اللي كتسمى التعريض والتوريه. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن في المعارض لمندوحة عن الكذب. كتقول لي واحد المعنى هذاك السامع تفهم منه شي حاجة ولكن انت كتقصد حاجة أخرى. وهنا غيتفرق سيدنا إبراهيم مع سارة، وغينوض سيدنا إبراهيم غادي يصلي لله سبحانه وتعالى باش ينجيهم من هذه المصيبة ومن هذه الشدة العظيمة.
فدخلو سارة على ملك الجبابرة، غير شافها انبهر بالجمال وبالحسن ديالها، كيما وقع للحفيد ديالها يوسف عليه السلام لما شافته امرأة العزيز وشافته النساء ديال المدينة، وقالوا ماشي هذا ما يمكنش يكون بشر، هذا إن هو إلا ملك كريم، هذا راه ملاك ماشي بشر. فكذلك لما شافها قال هذه راه ملاك ما يمكنش تكون بشر. مباشرة هو يمد يدو لعندها وهي تبدا كتمتم وهي تقول في نفسها واحد الدعاء: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر. هو يتصرع وبدا تيخرخر، غير شافته في ذاك الحالة قالت يا ربي راه إلا مات غيقولوا أنا اللي قتلته. هو يطلق الله سبحانه وتعالى. هنا عندنا جوج روايات، الرواية الأولى فيها بأنه تصرع وبدا تيتركل وبدا تيخرخر بحال شي واحد اللي ناس، والرواية الثانية بأنه مد يدو عندها وهي تيبس ليه كلمات وبدات تضرب. هو يقول لها شوفي غير ادعي لي الله تعالى يطلقني وما نبقاش نعاود وما نقيسك ما نمسك. وفعلا دعات الله تعالى وهو يطلقه. هو يمد المرة الثانية وهي تمتم داك الدعاء: يا ربي إلا كنت آمنت بك وبالرسول ديالك وحسنت الفرج ديالي إلا على الزوج ديالي، يا ربي ما تسلطش عليا هذا الكافر بالله. وهي تيبس يدو مرة الثانية. وفي رواية أخرى بأنه هو يتصرع كما تصرع في المرة الأولى، عاوتاني عاود المرة الثالثة ودعات الله سبحانه وتعالى هو يوقع عليه نفس اللي وقع عليه في المرة الأولى والمرة الثانية. والرواية اللي فيها بأن كلمة اللي يدو تزاد فيها الآلام أكثر من المرة الأولى وأكثر من المرة الثانية. وهذه من الكرامات اللي تحمي بها الله تعالى الأولياء والصالحين والصالحات. هو يعيط لهذاك اللي جاب عليه المرة الأولى وقال لي انتم راه ما جبتوش ليا بشر، انتم جبتوا ليا الشيطان، طلقوها عليا وهدوا ليها شي حاجة، هدوا ليها هاجر. وهاجر كانت بنت ملك القبط في ذاك الزمان. لما خرجت ومشات عند سيدنا ابراهيم لقاتو كيصلي، هو يقول لها ما هي امضره اش كاين؟ قالت لي الله تعالى رد عليا الكيد ديالو وزاد عطاني واحد الخدامه واحد الجاريه سميتها هاجر. وبسبب التعلق ديال ابراهيم عليه السلام وساره عليه السلام بالله سبحانه وتعالى واستعانتهم وكيطلبوا الحفظ من الله عز وجل، رد عليهم الكيد ديال هذا الملك الجبار من فراعنه مصر ونجاهم الله تعالى من هذه الفتنه واعطاهم جائزه اللي هي هاجر عليها السلام، اللي غتكون هي الام ديال النبي ديال العرب، اللي من السلاله ديالو غادي يجي سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. ولهذا ابو هريره لما روانا هذه القصه في صحيح مسلم هو يقول: هذه امكم، يعني كيقصد بها هاجر، هذه امكم يا بني ماء السماء، معنى هذه الام ديالكم العرب اللي كانوا كيعيشوا في الصحراء وكيعتمدوا غير على الماء ديال السماء، على الماء ديال الشتاء في الحياه ديالهم وفي الفلاحه ديالهم. ومن بعد ما غادي يخرجوا من ارض مصر غادي يمشي ابراهيم عليه السلام وساره عليه السلام وجاريه ديالها هاجر عليه السلام وغيمشيو يعيشوا في فلسطين. ولكن المهم ديالنا في هذه القصه هذه ماشي هو نرويو هذه الاحداث فقط، واما نخرجوا بدروس وعبر وفوائد. ومن هذه الفوائد اللي غنستافدوا من هذه القصه، اولا الابتلاء سنة ربانية، يعني هذا الشيء اللي وقع سيدنا إبراهيم اللي هو نبي من الأنبياء والزوجة ديالو سارة اللي هي من كبار الصالحات، هذا كيعني بأن راه أي واحد معرض للابتلاء في الدنيا. وكما تنقولوا احنا بالدارجة اللي ما خرج من الدنيا ما خرج من عقيبة. فالإنسان خصو يوجد راسه بأنه قد يقع في الابتلاءات، لكن خصو يعرف كيفاش خصو يتعامل معها. ولهذا الفائدة الثانية أن الإنسان في الشدائد خصو يتمسك بالصلاة وبالدعاء ويعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، لأنه هو اللي تيفك له حايل. ولهذا لما دخلت سارة على ذاك الملك الجبار أشنو دار سيدنا إبراهيم؟ ناض يصلي ويتصل بملك الملوك سبحانه وتعالى. ولما دخلت سارة على ذاك الملك الجبار أشنو دارت؟ بدات تدعي، وفي رواية أنها توضات بدات تصلي وتكدعي الله عز وجل بأنه يصرف عليها الكيد والشر ديال هذا الشرير هذا الكافر هذا. وبالتالي فعلا لما تيبغي يقرب لها الله تعالى كيشلل يده. وهنا كنتعرفوا على الفائدة الثالثة، وهي أن الله يدافع عن الذين آمنوا. ما حدك انت متمسك بالطريق ديال الله سبحانه وتعالى ومتمسك بالدين ديالو، فإن الله عز وجل تيحفظك وتينجيك من المصائب والمكائد، واخا توقع فيها كيخرجك منها بحال الشعرة من العجينة. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا نقولوا إذا تلاقينا مع شي واحد ذو سلطان: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. والفائدة الرابعة وهي إثبات كرامات الأولياء سواء كانوا رجال ولا كانوا نساء.
وهذه امرأة اللي هي لاله سارة عليها السلام، كيفاش الله سبحانه وتعالى أظهر على يديها كرامات بسبب إيمانها وتقواها، وكيفاش الله عز وجل حفظها من هذا الملك الجبار اللي ما قدرش يوصلها بإذن الله تعالى. ولهذا هذه الكرامات كتعتبر من الخوارق ديال العادات، والخوارق ديال العادات تتنقسم ثلاثة ديال الأقسام: إما أن تظهر على يد نبي، ولا تظهر على يد ولي أو ولية من أولياء الله الصالحين، ولا كتظهر على يد ساحر ومشعوذ. فإذا ظهرت لنا شي حاجة اللي هي خارقة للعادة، شي حاجة ما يمكنش تكون في الأمور العادية، وظهرت على يد نبي أو رسول، كتسمى معجزة. ولا بانت على يد واحد من الصالحين والصالحات كتسمى كرامة. ولكن إلا بانت لنا شي حاجة اللي هي خارقة للعادة على يد شي واحد اللي هو كافر أو ساحر أو مشعوذ، كنسميوه سحر وشعوذة. ولذا خصنا نفرقوا ما بين المعجزة والكرامة والسحر والشعوذة، لأن شحال واحد تيخلط ما بين الكرامات والسحر والشعوذة، فكيعتبر بعض الأمور اللي هي كتظهر على يد السحرة والمشعوذين بأنها كرامات، وقد يكون ساحر وتسموه الفقيه. والفائدة الخامسة وهي أن الله سبحانه وتعالى جعل لنا في الشريعة ديالو واحد المخرج من الكذب، وهو التعريض والتورية، كما دار إبراهيم عليه السلام مع سارة. قال لها لذاك الملك قولي ليه بأنك اختي، وقصدي بأنك اختي في الإسلام. هو غادي يفهم ذاك المعنى اللي قريب بأنك اختي شقيقتي، ولكن حنا كنقصدوا ذاك المعنى اللي بعيد اللي ما على بالوش، اللي هو أنك اختي في الإسلام. وهذا الشيء استعمله النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة وغيرهم من الصالحين. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان غادي واحد النهار وابو بكر الصديق خارجين يعني كيتقصوا الاحوال ديال واحد الغزوه، فتلقى معهم واحد الرجل من العرب، بداو كيسولوا النبي صلى الله عليه وسلم واش شفت واحد الجيش ديال المشركين منين دايش، شحال العدد ديالهم. في الاخر هو يسولهم هو، قالوا له انتم منين؟ قالوا لي نحن من ماء. هما كيقصدوا بان الانسان خلق من ماء، هو فهم بالماء بان واحد العين، فيقول هل من ماء كذا ام من ماء كذا. والمثال الثاني أبو بكر الصديق لما كان مهاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام، تلاقى مع واحد الرجل، والنبي عليه الصلاة والسلام ساتر وجهه باش ما يتعرفش لأنه كان مخبي من المشركين. فيسولوا ذاك الرجل، سول أبا بكر الصديق، قال لي شكون اللي معك هذا؟ قال لي هذا هاد يهديني الطريق، هذا واحد الرجل راه كيوريني الطريق. شنو فهم ذاك الرجل؟ فهم بأنه كيوريني الطريق ديال الصحراء، ولكن أبو بكر الصديق يقصد بأن هذا الرجل راه كيهديني الطريق ديال الجنة، طريق الإسلام. واحد المثال طريف كذلك فيه التعريض، ان النبي عليه الصلاه والسلام واحد النهار كان كيمزح مع واحد المراه شيبانيه عجوز، هو يقول لها لا يدخل الجنه عجوز، المراه الشيبانيه راه ما كتدخلش الجنه، فهي فهمت بانها راه شيبانيه وبالتالي ما غتدخلش الجنه، وبدات تبكي. فقال لها النبي عليه الصلاه والسلام واش ما قريتيش في القران انا انشاناهن انشاء فجعلناهن ابكارا عربا اترابا، اي بمعنى المرأة واخا تموت شيبانية إلا كانت من أهل الجنة، الله سبحانه وتعالى كيعاود يخلقها خلقة أخرى وكيردها بكر باقا شابة صغيرة ما عمرها تزوجات، العمر ديالها 33 سنة، عربا أترابا. أترابا أي كاع العيالات في الجنة كلهم عندهم عمر واحد، عربا أي متحببات إلى أزواجهن، ما كيبان لها غير الزوج ديالها وتتحبب إلى زوجها. والمثال الاخير ديال سفيان الثوري، هذا العالم الجليل من السلف الصالح، لما دخل على الخليفه امير المؤمنين المهدي من خلفاء بني العباس، هذا الخليفه ما بغاش سفيان يخرج من المجلس ديالو، بغى يخليه عنده باش يجلس يستافد من العلم ديالو. سفيان ما كيبغيش يجلس عند الملوك، بغى يمشي في حاله. في الاخر قال لي والو غادي تجلس، فقال لي سفيان والله تنمشي وغادي نرجع. لكن سفيان الثوري ما بغاش يجلس عند الملوك، فشنو دار؟ خرج وخلى الصنداله ديالو حتى خرج هو يرجع ولبس الصنداله ديالو ومشى، وتما ما عمرو رجع. هو يقول لهم المهدي واش ما حلفش بانه غادي يرجع؟ قالوا لي وراه رجع ومشى. على ما شفتش فاش لبس الصنداله ديالو ومشى، راه حلف بانه غادي يرجع، راه رجع. اذا كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان في المعارض لمندوحه عن الكذب، يعني الانسان يستعمل بحال التعريضات لان فيها مخرج من الكذب. والفائدة الأخيرة وهي أن هاجر عليها السلام هي أم العرب كما قال أبو هريرة رضي الله عنه، وغنعرفوا التفاصيل ديال القصة في الأحداث القادمة. فالقصة القادمة إن شاء الله تعالى غادي نعرفوا القصة ديال إبراهيم مع سارة وهاجر، لأن سارة غتأذن إبراهيم عليه السلام أنه غيتزوج لأنها عاقرة، فلما غتحمل غادي تغير منها واحد الغيرة شديدة، وغتحلف بالله أنها خصها تقطع من الجسد ديال هاجر 3 ديال القطع من الأعضاء ديالها. إذا كيفاش غادي يحل إبراهيم هذه المشكلة؟
وكيفاش غادي يكون هذا الحل هذا سبب في زيادة الجمال ديال هاجر عليه السلام. وهذه الطريقة اللي غدير هاجر غيديروها كثير من النساء إلى يومنا هذا. وهاجر عليه السلام لما غتولد شنو غتسميها الدري؟ واش يبقى عايش معهم في فلسطين ولا غادي يطردهم سارة من ذاك المكان؟ هذا الشيء اللي غنتعرفوا عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. فإلى ذلكم الوقت فكنتمنى هذه الفوائد وهذه القصة تكون عجباتكم وراقت لكم. فإلا عجبكم هذا المحتوى دعموا هذه القناة بالاشتراك وباللايك وبالتعليق وبالنشر ما بين الأقارب ديالكم القراب والبعاد وما بين الأصدقاء أيضا. فإلى ذلكم الوقت أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.